السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معكم عبد الله محمد من قناتكم حياة الريف المصري. والنهارده يا جماعة عاملين فيديو دراسة جدوى عن مشروع للمبتدئين في تربية الأرانب. عاملين 5 أمهات وذكر. المشروع ده طبعا لو أنت حابب تعمل مشروع أكبر من كده هتضرب دراسة الجدوى في 2 أو في 3 أو في 10 زي ما أنت حابب تعمل. يعني إحنا عاملين 5 وذكر، ممكن أنت لو حابب تعمل الضعف هتعمل 10 وذكرين، لو حابب تعمل ضعف الضعف هتعمل مثلا 20 أم و4 ذكورة. فعلى حسب ما أنت عندك المكان أو الكمية او الاستعداد انك انت تعمل المشروع قد ايه. طبعا دراسه الجدوى يا جماعه شامله كل حاجه، شامله العلف، شامله الادويه، شامله المصاريف الميه والكهرباء والعماله، شامله حتى ممكن تضيف لها ايجار المكان وهتشوف صافي الربح بتاعك. دراسه الجدوى دي يا جماعه اللي هي الناس اللي هي فاهمه في الارانب وهتقدر ان هي تربي ارانب وتنتج في الارانب. لان في ناس تيجي تقول لهم مثلا الارنبه بتعمل كذا وتخلي كذا وتنتج كذا، يقول لك طب افرض ماتوا، طب افرض مش عارف ايه. لا طبعا، ما هو اي مشروع لو حضرتك عامل مزرعه فراخ، لو حضرتك عامل اي مشروع في الدنيا يحتمل الربح والخساره على حسب الخبره بتاعتك والمكان بتاعك، وان انت هتخلي المشروع ينجح ولا لا. ده هترجع لك انت. احنا بنحسب الانتاج بتاع المشروع نفسه بالنسبه للناس اللي هي مذاكره، وبالنسبه للناس اللي هي ناجحه، وبالنسبه للشغل المدروس والمعروف. انما اللي بيجرب وبيشتغل مره تصيبه مره تخيبه الكلام ده كله مش هيقدر يمشي على دراسه الجدوى اللي احنا عاملينها ديت، ومش هيقدر طبعا يطلع معاه الانتاج اللي انا بقول عليه ده. قبل ما نبدا الفيديو يا جماعه اعملوا لايك للفيديو، واللي لسه مش مشترك في القناه يشترك ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. اول حاجه يا جماعه عشان نعرف المصاريف بتاعتنا، هنضرب الاكل بتاع ال5 امهات ده هم وهو 200 جرام في اليوم. هنضربه في 5. الأم بتاكل 200 جرام في اليوم، هنضربهم في 5 هيدينا عندك 1 كيلو علف بالظبط في اليوم، زائد الأكل بتاع الذكر اللي هو 150 جرام للذكر في اليوم برضو، هيبقى كيلو 150 جرام. هنضربهم طبعا في 70 يوم اللي هي مدة الدورة بتاعت الأرنبة. الأرنبة بتدي لك البطن الأولانية طبعا بتستناها 30 يوم على ما تولد. طبعا بتبدأ إن أنت تربي الأرانب بعد ما تتفطم من الولادة، بتربيها كمان حوالي 40 يوم على ما تبدأ إن أنت تسمين، على ما تبدأ إن أنت تبيع من الأرانب. بعد كده هتبقى الدورة عندك ممكن تبقى أقل من كده، لأن طبعا أنت بتلقح الأرنبة وهي لسه ما فطمتش عندها الارانب. فطبعا انت بتفطم الارانب من عند الارنبه بعد اول بطن بتبقى هتولد تاني. فهي الدوره اللي هتبقى كبيره معاك اللي هي اول بطن بس، لان هي ما عندهاش خلفه بالفعل. فانت بتستناها على ما تولد، بعد كده مش هتستناها على ما تولد، هيكون عندك ارانب مولوده وهي فعلا فيها عيال في بطنها. فبتيجي انت تفطم الارانب على طول، هي بتولد تاني على طول وهكذا. فبيبقى عندك انتاج على طول، كل 70 يوم على طول هتلاقي عندك انتاج من الارانب. هنضرب يا جماعة ال 1150 جرام ده أو الكيلو 150 جرام في ال 70 يوم هيدينا 80 كيلو علف بالظبط. هنضربهم في 16 جنيه اللي هم متوسط ثمن العلف، هيدينا 1280 جنيه. دول أكل الأرانب في الدورة بالنسبة للأمهات والذكور. هنيجي طبعا للإنتاج عندنا يا جماعة. الأرنبة بتولد في متوسط عدد الخلفات بتاعتها بنحسب لها 7 أرانب. في مزارع طبعا بتعمل 8 وبتعمل 9، فاحنا هنعمل على أقل حاجة ممكن تكون عندك، هنعمل متوسط الخلفة بتاعتها 7 أرانب، لأن طبعا في أرانب بتجيب أقل من كده وفي طبعا أرانب بتجيب أكتر من كده. فاحنا هنحسب على المتوسط اللي هو 7 أرانب. هنضرب 7 أرانب في هنضرب 7 أرانب في 5 هيدينا 35 أرنب. هنضرب ال 35 أرنب ده هم في 4 كيلو علف. الأرنب يا جماعة بياكل من ساعة ما يبتدي ياكل مع أمه لحد ما يطلع عمر 70 يوم أو عمر 75 يوم بياكل 4 كيلو علف بالظبط. فطبعا احنا بنضرب الأرنب ال 35 أرنب ده هم في 4 كيلو علف هيدينا 140 كيلو علف. ال 140 كيلو علف ده هم يا جماعة هنضربهم في ال 16 جنيه هيدينا 2240 جنيه. ال 2240 جنيه ده هم هنزودهم على الاكل بتاع الامهات اللي هو 1280 هيدينا 3520. دي يا جماعه المصاريف
بالنسبه للعلف بتاعنا، بتاع الامهات وبتاع الانتاج وبتاع كل حاجه. دي مصاريف العلف يا جماعه من الالف للياء. الناس يا جماعه اللي مفكره ان المزارع الارانب بتاخد ادويه كتير وبتاخد حاجات كتير وبتاخد علاجات وبتاخد حاجات من دي، لا، هي مش مزرعه فراخ. بالنسبه لمزرعه الارانب يا جماعه احنا بنحتاجش ادويه كتير خالص. لو انت شغال صح ممكن ما تحتاجش اي حاجه خالص. فطبعا ممكن ساعات تحتاج حاجه في بعض المواسم او في بعض اوجات السنه بتحتاج حاجه للخصوبه مثلا، حاجات بسيطه مش غاليه. فطبعا انت ما بتصرفش ادويه كتير، فهنضيف الحاجات دي هنخليها للاخر. قلنا يا جماعه طبعا 3520 جنيه دي المصاريف بتاعه العلف. هنضرب طبعا ال 35 ارنب ده هم في متوسط الارنب بعد ال 70 يوم يا جماعه بيبقى 2 كيلو. في ارانب ممكن تبقى 2 كيلو و200، 2 كيلو وربع، في ارانب ممكن تبقى اقل من 2 كيلو حاجه. فطبعا بنضرب الارانب كلها في متوسط 2 كيلو، ف 35 في 2 بيدينا 70 كيلو ارانب. بنضربهم في سعر الارنب النهارده 100 جنيه، هيدينا 7000 جنيه بالظبط. هننزل ال 7000 جنيه ده هم يا جماعه، هننزل منهم 3520، هيتفضل معانا بالظبط 3480. ال 3480 ده هم يا جماعه بالنسبه لخمس ارانب وذكر، هنقول هم ربع مشروع او اقل من ربع مشروع انت بتعمله. هياخد منك بوكسه، بوكسه ونص، مش مكملين بوكستين كمان، او بوكسه 3 ادوار من اللي هي نص هرمي. فطبعا يا جماعه المشروع مش هياخد منك لا مساحه ولا هياخد منك حاجه. هو طبعا المشروع من الاول للاخر المفروض ان انت يكون عندك خبره بس. وهتبدا طبعا مكسب 3480 جنيه. هتشيل طبعا من ال 3480 جنيه ده هم، هتشيل منهم ال 480 جنيه ده هم، هتشيل منهم الكهرباء، هتشيل منهم العماله، هتشيل منهم طبعا الادويه، هتشيل منهم كل حاجه. هيبقى صافي عندك 3000 جنيه مكسب بالنسبه للخمس ارانب وذكر في الدوره بتاعتك اللي هي 70 يوم. طبعا يا جماعه اللي بيقول 3000 مكسب شويه والكلام ده كله، ده مشروع صغير. يعني احنا بنحسب لخمس ارانب وذكر. فطبعا لما يجي عندك ممكن تعمل دبل المشروع، 10 امهات مثلا وذكرين، فطبعا هتلاقي عندك هتحسب دبل المكسب برضه. يبقى هتلاقي عندك المكسب بدل ما هو 3000 صافي هيبقى عندك 6000 صافي في ال 70 يوم. هتعمل مثلا 20 ام وخمس ذكوره، هتلاقي مثلا طبعا او 4 ذكوره، هتلاقي عندك طبعا المكسب بدل ما هو 6000 هيبقى عندك 12000 صافي في ال 70 يوم. فطبعا كل ما تزود دبل المشروع بتاعك او تكبر المشروع بتاعك هتحسب ضعف المكسب، وهتحسب ضعف العدد الارانب والكلام ده كله. فطبعا هتلاقي هي دراسة الجدوى ديت شاملة لاي عدد ارانب انت ممكن تعمله. عايز تعمل 10، عايز تعمل 20، عايز تعمل 80، عايز تعمل 100 هتضرب وتزود مع نفسك طبعا على نفس الدراسة ديت. بكده يا جماعه بنكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو الفيديو عجبك اعمل لايك للفيديو واشترك في القناه لو انت لسه مش مشترك، وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.